السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وتلامذتي الجمال. النهاردة هناخد ياء الملكية ان شاء الله، تفهموا معانا، تابعوا وتفهموا ان شاء الله. ايه قاعدة النهاردة؟ يا الملكية. برافو عليك، شاطر. هناخد ايه النهاردة يا احمد؟ هناخد الملكية. ياء ايه؟ الملكية. يعني ايه ياء الملكية؟ فاكر ولا عيد تاني؟ لا فاكر. طب قولي يعني ايه ياء ملكية؟ يعني ها، القلم يكون قلمي. القلم بنقول عليه قلمي، لو هو بتاعك بتقول انه قلمك قطار. يخصك انت. قطار يبقى قطاري. قطار قطاري، برافو عليك. ايه كمان؟ قلم، حط القلم ده كده. قلمي. حد يعرف القلم ده بتاع مين؟ قلمي. ما انا هسأل بقى، ما حدش يعرف القلم ده بتاع مين الا لما انا اسأل بقى. هقول ده قلم مين؟ هتقول قلمي. ايه؟ قلمي. يبقى انت حطيت ياء الملكية عشان تعرفنا ان القلم ده ايه؟ بتاعك. اتفضل خد قلمك. تمام. نفس الشيء هنا هنقول ايه؟ قلمي. القلم اهو قلمي. يبقى القلم ده كلمة قلم حطينا لها ياء عشان اعرف ان القلم ده اهو قلم، دي كلمة قلم. زودنا لها ياء هنا اهي عشان نعرف ان احنا القلم ده ملكي انا، قلمي. يبقى زودنا ياء الملكية اهي في الكلمة عشان نعرف انها قلمي. طب قطار، زودنا لها برضو اهي كلمة قطار، زودنا ياء بقت ايه؟ قطاري. القطار ده بتاعي انا. كرتي. طب في كلمات اصلا اصلها بيبقى ياء، زي كلمة في. هي في دي مد في دي في نقدر نقول الياء دي ياء ملكية يا احمد؟ امال اقول ينفع ان انا اقول ان في ياء ملكية؟ ليه ما اقولش انها ياء ملكية؟ عشان هي مد بالياء. مد بالياء اصلا غير مد بالياء. ان الياء دي اساس في الكلمة، اصل في الكلمة. لو شلنا الياء هيبقى معنى الكلمة اختل، او ان هو الكلمة مش هيبقى معناها الحقيقي اللي احنا عايزينه او المفروض يكون عليه. هنقول ايه فه ده؟ ما بقتش الكلمة الصحيحة. فاهم؟ يبقى لما يكون عندي ياء في الكلمة بس اساس فيها مش متضاف ليها، يبقى ده ايه؟ مش ياء ملكية. مش ياء ملكية. فاهمني؟ طب في كلمة علي. علي، هو ينفع اقول علي ده ياء ملكية؟ لا. علي ده اسم واحد، لو شلنا الياء هتبقى عل. ايه ده انا بوظت الكلمة. يبقى لو بوظت الكلمة والاساس بتاعها من غير ياء ما ينفعش، يبقى ده ايه؟ يبقى ده مش ياء ملكية. ده مش ياء ملكية وده مش ياء ملكية. فهمت اللي انا بقوله؟ طب كرتي، اساسها قرى. قرى، قرى لها معنى. كلمة قرى لها ايه يا احمد؟ معنى. لها معنى. يبقى انا اما اشيل الياء يبقى الكلمة بقت صحيحة، يبقى صح دي ياء ملكية. يبقى دي ياء ايه؟ كرتي. يبقى فعلا ياء ايه؟ ياء ملكية. خلاص. يبقى لما الكلمة تبقى اساسها لو قصيت الياء والكلمة بقى اساسها صح، يبقى ده ياء ملكية. لو قصيت الياء والكلمة بقى ملهاش معنى الصحيح بتاعها، يبقى دي ايه؟ تبقى مش ياء ملكية، زي ما احنا قلنا في علي وفي. طيب كتاب، قلنا كتابي. صديقة، صديقتي. طبعا صديقة اهي، صديقة. صديقة دي تاء مربوطة، حولنا التاء المربوطة لتاء مفتوحة وزودنا ياء، لأن ما ينفعش التاء المربوطة زي الياء بطة تبقى في نص الكلمة. هو ينفع أقول تاء مربوطة في نص الكلمة؟ لا. طيب يبقى أنا بعمل إيه؟ بحط ياء ملكية. التاء المربوطة سنة وعليها نقطتين، وازود ايه؟ الياء الملكية. يبقى عرفت التاء المربوطة بتتحول لتاء مفتوح قبل ما ازود الياء الملكية. ساعة برضو نفس الشيء، عملنا التاء المربوطة تاء مفتوحة وزودنا ياء الملكية. طيب هنا بقى ضع دائرة حول الكلمات التي بها ياء ملكية. ان احنا هنا اخترنا كلمة ايه اللي تنفع؟ أختي. مدرستي. يلا نشوف الكلمات اللي فيها ياء ملكية. أختي فيها؟ فيها أخت بس كلمة لها معنى. لما نزود ياء صح تبقى ياء ملكية. مدرستي، برافو. لو قلنا مدرسة لوحدها من غير الياء هتبقى مدرسة، صح، كلمة صحيحة لها معنى. طب طب عايزة أقول لك، هي يجري دي يجري دي ينفع أقول فيها ياء ملكية؟ لا، يبقى ما تنفعش. طيب بيتي ينفع اقول فيها ياء ملكية؟ ايوه. ايوه ينفع، لان بيت لوحدها من غير الياء الملكية كلمة لها معنى.
يبقى ينفع ان انا اقول ياء ملكية. الواني. طب لو شلنا الياء الملكية هتبقى ايه؟ الوان. الوان كلمة لها معنى وصحيحة، يبقى صح اما ازود الياء الملكية تبقى صح، دي ياء ملكية. الواني. تمام.